السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا ينصر قواتنا المسلحة والجيش، جيش السودان، وإن شاء الله يعم السلام السودان في القريب العاجل. طيب، سبب الفيديو يا أخواننا، إن شاء الله سيتم معاودة بس حلقات مسلسل زاندا يوم 20/9 بإذن الله. الأسباب اللي خلتني أعاود البث، أول حاجة أنا كان لو بتتذكروا أو تاني يوم من الحرب وقفت المسلسل لأنه ما كان من الأدب وما كان من المنطق وما كان من الذوق إنه يكون في بلدك في حرب وفي مسلسل شغال. الحصل كالتالي: مسلسل زاندا ما ملك لأحمد الجقر فقط، يعني في أطراف أخرى يعني. طيب، الأسباب اللي خلتنا نتراجع من كلمتنا، ونحن بنقول آسفين إننا نحن تراجعنا من كلمتنا. في شركات يا إخواننا خارج السودان كان عندها معانا ديل، اتفاق انه انتوا استلمتوا استحقاقاتكم وما نزلتوا المسلسل. دي في حد ذاتها مشكله. الناس ديل صبروا علينا شهر شهرين، لكن الحرب طولت، فبقى بيقولوا انه انتوا شلتوا استحقاقاتكم ما نزلتوا المسلسل ليه؟ حاجه دي مشكله من المشاكل. المشكله الثانيه في شركات، نحن عندها استحقاقات، لما طالبناهم انه يا اخي ادونا استحقاقاتنا المسلسل حينزل بعد الحرب تنتهي، رفضوا، قالوا إلا المسلسل ينزل عشان الحق يصلكم كما مكتوب في العقد يعني. والسبب الرئيسي الثالث يا اخواننا، في ناس شاركوا في المسلسل، الناس دي بجد حصلها ظروف سيئة شديد، وبيطالبونا باستحقاقاتهم، والقال حقي ما عليه لوم يعني. فبقى الحل للمشاكل دي كلها يا اخواننا، الحل الوحيد انه المسلسل ينزل على اساس انه الكل ينال استحقاقاته. وده من جانب تاني يا اخواننا، انتم تعلموا تماما الظروف الحاصله في السودان. دكتور على مهندس على فنان على مواطن على اي حاجه، بقى الجنيه بيفرق مع الزول، لانه نحن مرقنا من بيوتنا، والغير والكل مرق من بيوته بغياراته فقط. ما دارين نتكلم في انه سلبت اي حاجه بتخصنا، بقى الزول لازم يشتغل عشان يعيش، ونحن شغلنا الفن. فقعدت مع نفسي لقيت انه الحل الوحيد لحل المشاكل دي يا اخواننا انه المسلسل ينزل، على اساس انه نقدر نلبي احتياجات الناس اللي عندهم علاقه بالموضوع ده. فان شاء الله انا بقول تاني، انا اسف جدا انه تراجعت من كلمتي، لكن اللي بيجبرك على المر الامر منه.